اليوتيوب قرر يرشح فيديوهات الشهرين اللي فاتوا لنوعين مختلفين تماما من المحتوى عن اللي انا بقدمه، يعني الناس اللي بتعمل فيديو رياكت والناس اللي بتتكلم عن الكوره. بتاعت الكوره دي منطقيه بصراحه، لان انا كنت جايب ضيف معايا بنتكلم فيه عن حاجه مالهاش علاقه بالكوره، فده اللي خلاني عيني تفتح على محتوى جديد واشوف قدامي حاجه مختلفه ما كنتش بشوفها قبل كده طول السنين اللي فاتت. ما كنتش واخد بالي من نوع المحتوى ده، وهو محتوى تحليل الكوره. بعيدا عن الكلام اللي انا قلته في الانترو عشان بس ده اكل عيش يعني وبتاع، انا حاسس ان محتوى الكوره راح في حته ابعد من ان احنا بنتخيلها. بقى في كميه عواطليه كتيره بسبب محتوى الكوره. نسبه البطاله في مصر زادت، لان طبيعي ان اللي بيتفرج على محتوى الكوره كل الماتشات اللي اتلعبت طول الشهر هو قاعد بيتفرج عليها. وقبل ما نبدا برضو خلينا نبقى متفقين اتفاق ان محتوى الكوره ده محتوى ترفيهي، تمام، زي محتوى الجيم، زي الفيديو رياكت، زي اي فيديوهات موجوده على النت عادي، ومن حقنا ان احنا نتكلم فيها ونهزر براحتنا من غير ما نتكنسل ولا مروان سري يعمل لنا كوبي رايت سترايك. انا بحب محتوى الكوره بصراحه، يعني بحس لسه في فئه كبيره مش فاهمه الدنيا ماشيه ازاي، وده يمكن بيريحني بصراحه. انت عندك اكتر من 100 مليون بني ادم كل يوم بيتفرجوا على الكونتنت بتاع الكوره، فانت دلوقتي عندك فرصه كبيره انك تتجوز البنت اللي انت بتحبها، فرصه كبيره انك تشتغل اي شغلانه انت نفسك فيها، فرصه انك تعيش حياه رفاهيه، حياه البني ادم العادي في نيوزيلندا. لان اي حد بيتابع محتوى الكوره زي ما قلنا هو بيتفرج 24 ساعه على كونتنت كوره، سواء الماتشات او التحليل اللي بعد الماتش او الخناقات بتاعه الفيسبوك. هو ما عندوش وقت يضيعه في حاجات تافهه زي ان هو يتجوز ويشتغل حاجات ملهاش لازمه دي. بس المشكله البسيطه اللي بتواجهني في كل ده هي الناس اللي بتقدم كونتنت عن الكوره في مصر. بحس كل حاجه المفروض تتعلمها عشان تعمل فيديو قوي هم بيعملوا عكسها تماما وبينجحوا فشخ. يعني على سبيل المثال ممدوح نصر الله، اليوتيوب قال لك الفيديو لازم يكون فيه مونتاج قوي، ونعم الوكيل فران جارسيا، الفارو كاريراس بيلعب قلب دفاع، وفران لازم مده الفيديو ما تزيدش عن 20 دقيقه. مع اصل ده مش فيلم يعني. تحس ان ممدوح نصر الله ماسك اليوتيوب كده بيتعامل مع ان هو المؤسس بتاعته، بيحط اللي هو عاوزه ويتكلم في اللي هو عاوزه، يلعب بيتيهم. محدش يقدر يقول له اي حاجه. وانا عارف ان انا بنزل فيديوهات قليله بس ما جاتليش فرص كتير ان انا ابرر الموضوع ده، بس ممكن استغل الموضوع ده دلوقتي وابرر لكم يعني انا ليه بنزل فيديوهات كتير. يعني انا حاسس ان انا لو نزلت فيديوهات كتير الموضوع بقى دمه تقيل وكواليتي الكونتنت نفسها بتقل، وده بيحصل كتير. يعني لما بنزل فيديوهين ورا بعض دي بتقلل الكواليتي. هيجي يوم من الايام هبقى صنايع يوتيوب عادي. فممدوح نصر الله بينزل فيديو كل يوم، حرفيا كل يوم. ممكن ينزل فيديوهين في اليوم عادي، ما عندوش اي مشكله. بس المشكله الحقيقيه ان في 200 ل 300 الف واحد بيتفرجوا على الفيديوهات دي كل يوم بجد. وانت متاكد من جواك ان اللي اتفرج على فيديو ممدوح نصر الله اكيد اتفرج على فيديوهات باقي اليوتيوبرز بتوع الكوره، واكيد اتفرج على الماتشات اللي اتذاعت في نفس اليوم. فهو انت متخيل احنا بنتعامل مع كاركتر عامله ازاي؟ حاجه كمان برضو بحسها مش مفهومه. يعني فيديوهات ممدوح نصر الله هو بس بيتكلم عن الماتش بعد الماتش ومش عارف ايه، بيتكلم حاجات بسيطه. فانت ممدوح نصر الله لو اكتشف ان في حاجه اسمها مونتاج ده هيبقى الفيديو بتاعه. انزل اخبط اللايك المتين، انزل ادعس اللايك حالا بالا فعلا، ولو انت مش مشترك في القناه انزل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. معاكم ممدوح نصر الله وبرنامج المدفع، ويلا بينا نبدا. منتخب تونس من الواضح ان هو مش جاي البطوله يهزر ولا جاي عشان خاطر يضيع وقت. ختاما كان معاكم ممدوح نصر الله وبرنامج المدفع. وزي ما قلنا ان هو عنده جمهور كبير فشخ، في ناس بتتفرج يوميا على الفيديوهات بتاعته، اللي بيدخلوا يتفرجوا عليه دول كل يوم مش مستنيين منه حاجه معينه، مش مستنيين منه محتوى معين، ولا بيهتموا بالتفاصيل الزياده في الفيديوهات. يعني لان هم لو فكروا قبل ما يكليكوا على الفيديو هيلاقوه بيتكلم عن الماتش اللي هم لسه شايفينه حرفيا، وده واضح فشخ من عناوين فيديوهات. انا عايز اقرا التايتل بس من بره: ليفربول ينتصر على توتنهام في ماتش اعتزال جون سينا، تشيلسي يتعادل مع نيوكاسل وماركيز. هو كاتب بجد حوار جون سينا ده؟ ايه علاقه جون سينا بالموضوع؟ هو ايه اللي بيحصل في الفيديو ده؟ ريال مدريد كتب لحكم المباراه قصاد الافيس عمر جديد بالفوز، مبابي الحاكم الاوحد يؤجل تنفيذ اقاله انا مش فاهم حاجه بجد. يعني انت ممكن تاخد وقت طويل فشخ تقرا فيه التايتل بتاع فيديو ممدوح نصر الله قبل ما تدخل تتفرج عليه. فمنطقي والواضح ان الناس داخله مش مستنيه حاجه في الفيديو غير ان هم حابين يقعدوا مع الدوكش ممدوح نصر الله، عايزين يتفرجوا على الفيديو بتاعه وخلاص، مش مستنيين منه جوده ولا تايتل ولا ثامنيل ولا اي حاجه. هو حرفيا يمكن ثامنيل ماشي عشان يعرفوا الفيديو بتاعه، عشان هو مش هيقروا التايتل يعني، لا هو مجرد شخص قاعد يتكلم عن الماتش اللي هم شافوه مش اكتر في صاله بيتهم وبس كده. كوكو كوكورية، ملوخيه طشه وتقليه، كوكو كوكورية وشك في الحيط وقليه. لو انت شايف ان ممدوح نصر الله بينزل فيديوهات كتير، فانا احب اقول لك ان في مفاجاه اكبر. ممدوح نصر الله عنده قناه تانية، والقناه التانية دي بينزل عليها كميه فيديوهات برضه مش طبيعيه، بس بيتكلم اكتر عن الحياه والمشاكل اللي بتواجه الشباب والكلام دوت. فكرة ان انا بعتقد ان الرحلة لازم تبدأ بدري، واسمع كلام زي ان انا عندي 24 سنة ولسه ما عملتش حاجة، 23 سنة ولسه ما عملتش حاجة. طب هو مين عمل حاجة عنده 23 سنة؟
وعن اننا بنضيع وقت كبير نسكرول في السوشيال ميديا ونقلب في الفيسبوك والانستجرام والحاجات دي، وبعدها يقوم منزل لك فيديو مدته 30 دقيقه بيتكلم فيه عن الماتشات اللي اتلعبت طول اليوم. ومروان سري برضو يعني من الناس اللي بتتكلم عن محتوى الكوره، ومش محتوى الكوره بس، انت لو فكرت في اي كونتنت موجود في دماغك هتلاقي مروان سري قدمه قبل كده في 2012 عادي. يعني هو مش هيديك فرصه تتفرج على حد غيره. عاوز تتفرج على تحليل كوره محليه هتلاقيه، عاوز تتفرج على تحليل كوره عالميه هتلاقيه برضه، عاوز تشوف فلوجات هتلاقيه، عاوز تتفرج على تحديات العاب والكلام ده هتلاقيه، عاوز تتفرج على افلام هتلاقيه منتج لك قناه كامله بتتكلم عن الافلام، عاوز تاكل وانت بتتفرج على الفيلم اللي القناه بتاعته رشحته لك هتلاقيه جايب اليوتيوب وقاعد بتغدى معاك برضه. هو بص مش هيديك فرصه ان انت تشوف حد تاني. ان شاء الله لو بيعمل فيديو رياكت، انا سمعت ان هو مؤخرا بيجيب احمد حسن ومجدي يعني عشان يعمل فيديو رياكت برضه، هيعمل كل حاجه على اليوتيوب. الراجل مش عاوز يسيب اي فرصه لاي محتوى ليه علاقه بالترفيه الا لو لم يتكلم عنه. وبدايته اصلا كان بيمثل، يعني لو كان كمل شويه صغيرين في التمثيل كان زماننا عاملين كده زي كوريا الشماليه. مروان سري بيتعرض في كل حته في الدنيا. احنا النهارده اذاعه مروان سري، فيديوهات مروان سري، افلام مروان سري، مسلسلات مروان سري، كل حاجه في الدنيا مروان سري. حتى سبيروس باتس كان هيتحط فيها مروان سري. ده لدرجه ان هو من كام شهر كان بيحاول يشتري نادي في انجلترا، بس الموضوع فشل يعني عشان هو متخيل ان متطلبات انك تشتري نادي في الدوري الانجليزي انك يكون عندك قناه فيها اكتر من 1,000,000 سبسكرايبر وانك تلبس بالطو ونضاره. ما عملش بقى حسابه في حوارات الاسهم والفلوس والحاجات دي. انا مش عايز اتكلم يعني عن موضوع النادي ده. هو يعني هو رايح يشتري نادي تمام وحط اسهم فيه. النادي اول ما عرف ان صديقته اللي كانت معاه منزله بوستات عن فلسطين قالت لك خلاص احنا نلغي التعاقد. ده لو كان شاري تذاكر ماتشات بس ما كانش الكلمتين دول. فمش حابب اتكلم في اللي فات بقى، يعني الموضوع عدى عليه 6 شهور فمش عايز اتكلم عنه. فانا بصراحه يعني انا حاسس ان نو وندر انا ما قفلتش ال 100,000 سبسكرايبر لحد النهارده. بنزل فيديو كل اسبوعين بس. يا ريت يا جدعان تشتركوا في القناه، يا ريت الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات وما بتعملش سبسكرايب يا ريت تعمل سبسكرايب حالا تمام، عشان في لسه جزء تاني من الفيديو ده مهم. بس هل فعلا منطقي ان يكون في بني ادم عاقل يتفرج على فيديو مدته ساعه الواحد بيتكلم عن ماتشات كوره، بعدها يتفرج على 3 4 5 ساعات ماتشات في اليوم؟ هل دي حاجه عاديه بالنسبه للناس؟ انا حاسس الموضوع مش طبيعي، والناس اللي متخيله ان الموضوع ده مش لا ده حقيقي يا جدعان. في واحد صاحب بيعمل الكلام ده، واحد صاحب بيتفرج على كل الناس بتوع الكوره دول. انت عندك اسلام مهدي مثلا، اسلام مهدي ماتش 90 دقيقه هيحلله في قد ايه؟ اكيد 50 دقيقه عادي يعني. ولقيته بيراجع الماتشات ده اللي هو عادي حصل مش عارف خطه غلط والكلام دوت. لا هو بيستنفذ كل شعره مشاعر عنده ان هو يشتم محمد هاني عشان مش عارف يعمل 10 باصات صح في الماتش. لماذا يلعب محمد هاني كرة القدم؟ محمد هاني بقى رفع عرضية، الله أكبر فوق كيد المعتدى. محمد هاني عمل عرضية أرحب. ولا نصوحي بينزل لك فيديو 4 ساعات يقول لك مصر هتعمل ايه في كاس العالم. مصر مجموع مشاركاتها في كاس العالم كله من ساعه ما اتعمل 10 ساعات بس، منهم 6 ساعات شوبير بيلعب في كورته تحت ال 18. هيقول ايه جديد مثلا؟ يا ترى مثلا هيقول ايه جديد؟ بس خلينا اقول لك انت ممكن تعمل ايه في الاربع ساعات او معاك 4 ساعات في حياتك هتضيعهم في ان انت تتعلم كورس HTML او بايثون، تتعلم كورسين HTML وسي بلس بلس وتهكر لنا 200 قنوات نصيحة كلها تقفلها. انت كده حياتك تبقى احسن، راجل متعلم، راجل محبوب، راجل الناس كلها بتحترمك. ما تروحش تضيع وقت في فيديو نصوحي. يعني انت كده كده اي حد انا اتكلمت عنه في الفيديو ده انا ما مهنش حد خالص برضه عشان تبقى متفقين معايا كده. بس كده كده نصوحي الوحيد في مصر اللي بيعمل الكونتنت فعلا، بيعمل الكونتنت زي ما هو مطلوب منه، الوحيد اللي شكله فعلا يقدر يتكلم عن الكوره. انما ممدوح نصر الله بقى تحسه صيدلي الصراحه. ممدوح نصر الله ده بحسه صيدلي، مش بحسه حل الكوره خالص. قلت يا باشا مش انا اللي اغفل مادي الحوار قدروا متقفل. دول اكتر ناس انفلونشال في المجال دوت، واكتر ناس ليهم جمهور كبير تمام، واكتر ناس الناس بتحبهم. فما كانش في مشكله ان انا يعني احسسهم شويه ان هم بيعملوا حاجه غلط برضه، يعني فاهم. هم بيضيعوا وقتهم بجد ان هم يتفرجوا على ايه. نزل فيديو 10 دقايق بس، لما انزل لك فيديو 10 دقايق اكلمك فيه عن تيك توكر ولا اكلمك فيه عن يوتيوبر احسن لك بكتير تمام. كده كده اللي انا اتكلمت عنهم دول هم كلهم اكتر ناس انفلونشال في المجال دوت، والباقيين كلهم بلا استثناء صناعيه المحتوى ده. وبجد ليهم فيديو تاني لو انتوا يعني لو الفيديو ده وصل 10,000 سبسكرايبر انا مش عارف هتتقال ازاي. كانت بجد ما اعرفش يعني ايه 20,000 لايك. بس كده في النهايه احب اقول ان ده اخر فيديو في السنه تمام، يعني اخر فيديو في السنه والكلام الجميل دوت والحاجات اللي اتنقط لي في البطل. بجد يعني انا مبسوط فشخ بالانجيجمنت بتاعكم معايا. انا بجد مش حاسس ان انا قادر اقول لكم قد ايه بحبكم. بس كده اشوفكم الفيديو الجاي.